الفترة الأخيرة ضغطت جامد وبقيت عصبية وبزعق كتير حتى لو في الشارع. ازاي أرجع هادية تاني؟ هنا في حاجتين: في مصدر الضغط وتفريغ الضغط. ده اللي احنا حاجتين احنا ممكن نشتغل عليهم. مصدر الضغط عادة بيكون مش الحاجات الخارجية. مصدر الضغط بيكون عادة تشوهات فكرية، طريقة الأفكار اللي عندك عن استيعاب الواقع، اللي مخلي ان الواقع بالنسبة لك بمنظر الضغط ده اللي يخليك ان انت توصلي لمرحلة ان انت خلاص مش عارفة تتحكمي في نفسك. فدي الحاجه اللي احنا محتاجين نشتغل عليها، ودي افضل حاجه تساعدك ان انت تعملي جلسات بحيث ان انت تغيري من طريقه تفكيرك اللي فيها تشوه، بحيث ان انت تقدري تفكري بشكل مناسب، ان الضغوطات الاحداث اللي بتحصل في الحياه ما تبقاش بتضغطك بالشكل الكبير ده. خلاص. فده اول جزء. الجزء الثاني ازاي تفرغي الضغط، وده حاجه انت تقدري تعمليها من دلوقتي، من قبل ما حتى تبداي جلسات. تفريغ الضغط ده احنا بنعمله باستمرار بطرق مختلفه، وهنا برحله استكشافك مثلا بالطريقه اللي تريحك. ممكن يكون الطريقه اللي تساعدك الرياضه. تجربي ان انت لما تتمرني بعد ما تخرجي من التمرين، هل انت بتحس ان انت بعد التمرين اهدى؟ لو ده بيحصل اعملي كده. في ناس بالنسبه لها انه اللي بتفرغ الضغط بالكتابه، انها تكتب وتفرغ اللي في دماغها. في حد تاني بالحكايه، ان هو يتكلم مع حد يحكي له الاحداث اللي بتحصل في حياته. في حد تاني ممكن يكون ان هو يتفرج على فيلم، يقعد قدام فيلم يحس ان هو بيبتدي ان الضغط اللي جواه دوت بيتسحب منه، وان هو بيبقى اهدى بعد ما بيكون بيتفرج في فيلم. فجربي حاجه مناسبه بالنسبه لك. في حد ممكن يتمشى. فاختاري الحاجه اللي جربي طرق مختلفه لو انت مش عارفه ايه الطريقه المناسبه اللي الضغط بيخرج منك فيها، وابداي ان انت اعمليها بشكل يومي، فهتلاقي ان بعد كده في تنظيم للضغوطات اللي جواكي. واعرفي دايما ان البني ادم هو مضغوط في اغبى حالاته. فما تسيبيش نفسك عايشه في الضغط وانت في ايدك حاجه تقدري ان انت ت- تعمليها تساعدي بيها نفسك. لان الضغط لو فضل مستمر هيأثر عليكي وهيأثر على نومك، ونومك لو اتأثر هيأثر على تركيزك، وبالتالي هيأثر على انتاجيتك وشغلك وعلاقاتك. فالموضوع بيكون متوسع ومتشعب، واثاره الجانبيه بتبقى كتيره جدا، واستمراريته بتؤدي لمشاكل مش محتاجينها.